مستحيل تجربوا هذه الوصفه وما تعاودوهاش. افضل وصفه بيتزا كاري ممكن تعتمدوها، مقرمشه وطريه في نفس الوقت، 100% بعجينه السميد، خفيفه وبنينه. نحتاج كاس حليب دافي، مغرفه خميره مع مغرفه سكر، 4 مغارف كبار زيت، نخلطهم مليح حتى يتجانسوا مع بعضها. والجوده والنوعيه الرفيعه ما تلقاوها غير في سميد ماما. ناخذ 2 كيلات سميد رطب ما يعادل 500 غرام، نضيف في الاول نصف الكميه مع مغرفه ملح ونخلطهم مليح، ونزيد السميد اللي قعد لي ونعجنها حتى ترطب. نتحصل على عجينه طريه وما تلصقش في اليد، تكون بهذا القوام. ندهنها بشويه زيت، نغطيها ونخليها تخمر في خاطرها، وكل ما تخمر مليح كل ما حتجيكم خفيفه وهشيشه. وما يخفى لكمش بيتزا كاري تحب صلصه طماطم كلاسيكيه، يعني حبيبه طماطيش، ملح، زعتره وشويه فلفل. تقدروا تزيدوا سنينه الثوم وما تنساوش زيت الزيتون، ونخليها تكتك. وبعد ما تخمر العجينه نفتحها غير بيدي في السنيمه على سمك متوسط، ما تكون رقيقه وما تكون خشينه. نعمرها بصلصه طماطم، حبيبه زيتون، وهنا حبيت نزيد لها لي زونشوا. نطيبها في فرن مسخن مسبقا على اقصى درجه، وبعد ما تطيب نزيد لها رشه معدنوس. وبهذه الوصفه ما تزيدوش تشرو بيتزا كاري من برا، اروع بيتزا بسميد. وانا ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وتبقاو على خير.